شاهدوا هنا التمريره الجانبيه بعيده كان بامكانها تحمل جديد. كره مباشره في اتجاه الحارس، تحضير الان لصالح الدور الان مع شباب اطلس خنيفره. كره في الزاويه مباشره صوب الحارس، لعبات دائريه صوب الحارس مباشره. هجمه مرتده اردومي، خطيرة على معترك فريق الرجاء، دائرية بشكل كان بإمكانها أن تكون أخطر. ونشاهدوا الإعادة، تصويبة خاذ فيها راحته بالكامل وكانت قريبة من تسجيل الهدف الأول. وهذا إنذار نظافة شباكه أمام رجاء رياضي، أمام فريق ليس بالسهل، مر بوداد تمارة، لعب في الجمعية السلوية، أكيد انتقل لشباب أطلس خنيفرة. وحنا نتابعوا ضربة خطأ حافظي على شكل تمريرة. يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، كرة ملعوبة، فرصة خطيرة، ولكن قرار الحكم كان هنالك تسلل اعتقد، وبالتالي غنتابعوا اللقطة الماضية. شاهدوا بالفعل محاولة مهمة جدا داخل منطقة الجزاء، والكرة الثانية غالبا ما شكلت. ايش بغى يعمل حفيظي؟ يراوغ في المساحة القصيرة، في المكان الضيق تماما. وهذه تمريرة مميزة من سعد النبطي، والحافظي كان بإمكانه أن يضع الكرة في الشباك لولا نبات عبد الحكيم باستيني. كرة رجوية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، راسية تعود من جديد لكروشي. كرة في هزائم كاملة، كرة ملعوبة أمامية، فرصة لقطة الهدف، لكن راية تأتي من الحكم بهذه الطريقة. هل هنالك تمويه؟ كانت لقطة جميلة جانبية، وكانت رغبة لإيصال الكرة للشباك، فيما هيلير يتمكن ويحقق على بطاقة صفراء طبعا تأتي في هذه اللحظات. لقطة نشاهدوا تمريرة جانبية باليد اعتقد، وبالتالي الحكم انتبه للكرة الأخيرة. بهذه الطريقة باليد هذه كان بإمكانه أن يسجلها، كان بإمكانه أن يقوم بتسجيلها. لقطة مارادونا، لقطة لاعبين كبار قدموا شيء كثير أكيد في العديد من المباريات. هذه انتبه لها الحكم لسوء حظ. كانت كتعرف هدف، كرة أمامية تيمينغي، مشات الكرة من الجهة اليسرى، محاولة إمكانية الدخول داخل منطقة الجزاء، فرصة داخل منطقة الجزاء، كاينة تغطية من جانب كروشي كيحافظ على كورته. هدوء عن دفاع فريق الرجاء، ورغبة جامحة من جانب لاعبي فريق شباب أطلس خنيفرة لتسجيل الهدف الأول. إذا مشاهدينا الكرام في كل مكان، يبقى دي الشوط الأول من عمر هذه المواجهة بلا غالب ولا مغلوب، في انتظار بداية الشوط الثاني ومعاينة مردود أحسن وأفضل. ناخذ قسط من الراحة، وبعد الفاصل أكيد سنواصل من المراقبة الرياضية الأمير ولا عبد الله مدينة طرابلس. إلى اللقاء. كل شيء بإمكانه أن يكون في عالم كرة القدم. إذا مشاهدينا الكرام، نترقب بداية الجولة الثانية بين الرجاء وشباب أطلس خنيفرة. رهان الانتصار، رهان وضع الكرة في الشباك بإمكانه أن يكون، وضربة البداية تنطلق بعنوان نكون أو لا نكون من الجانبين معا. كرة للأبيض الرجاوي اليوم للنسور التي خطيرة جدا. يا مروان فخر، ماذا كنت ستفعل في هذه اللقطة؟ التردد بين إمساك الكرة وإخراجها، التردد وسوء تقدير الكرة الأخيرة لتسجيل الهدف الأول في مباراة اليوم. كرة ممتازة، جول! يضيع الهدف الأول من أقدام رجوية، يضيع الهدف الأول من جواد يميق اللي كان بالإمكان أن يضع الكرة في الشباك. كرة ملعوبة بشكل ممتاز، وبرافو للحارس، برافو لمروان فخر قبل أن يعود الدفاع ليخلص هذا الموقف المأزق إن صح التعبير، ويبعده تماما، ويبعد هذه الكرة مباشرة إلى خارج أرضية الملعب. وكأن الحظ يعاند الرجاء اليوم، وكأن أخر الخنيفريين قد يمنع الأمر
ويمنع هذه الكرة. كرة ملعوبة ممتازة راسية، محاولة من جديد داخل منطقة الجزاء. أعطي ممتاز في بعض الخطورة. عبد الله حفيظي فرصة، ما كانش هناك خطأ. انكماش دفاعي امام هذه الكرة. كرة من جديد الجهة اليمنى، زهير الوسط يرفع كورته في اخر مطاف في اتجاه التمام. بهذه الطريقة كرة ممتازة، هذه خطيرة على معترك شباب أطلس خنيفرة. هذه كرة الهدف الأول، هذه كرة تهزت لها جنبات طبعا الرباط، جنبات المراكب الأمير منى عبد الله من إلير مومي. كان بإمكانه أن يضع الكرة في الشباك. ماذا يحدث للرجاء اليوم؟ هل هو الحظ العاثر أم أن عمر طيب؟ عمر تمريرة ممتازة رجوية، الكرة في الشباك. 1-0 تشعل الجماهير هنا بمدينة الرباط. استسلم الخنيفريون في آخر 10 دقائق من نهاية عمر هذه المباراة، والرجاء يحلق اليوم بنسر عاليا. نسر الرجاء يحلق عاليا، ولو في مدينة الرباط، ولو بمدينة الرباط، بمركب الرياضي الأمير منى عبد الله. والازيج انطلقت فرحة. شوف التمريرات بالمقاس يناس. عمر بوطيب يرجع الكرة، هذه استخلصت يعني ممتازة جدا. يضعها في الشباك عبد الله الحفيظي، يضعها في الشباك عبد الله الحفيظي. 1-0 يعني يمكن نقول جات بطريقة نوعا ما مثيرة. أكيد أنها ستؤثر على ال10 دقائق الأخيرة المتبقية. مميزة إذن في شباك فريق شباب أطلس خنيفرة. ومروان من الجهة اليسرى، نبيل وجهي. نبيل يعني بتفكير الآن برغبة جامحة للقيام بالإمدادات على مستوى الخط الأمامي. تأية كثير، ربما تمريرة، كرة داخل منطقة الجزاء، تغطية مرت بردا والسلام على دفاع فريق الرجاء الرياضي. تحضير الآن باسيني مخرجات، كرة أمامية من جديد داخل منطقة الجزاء، محاولة ممتازة، ضاعت عبد الله منصور ما تمكنش من وضع الكرة في الشباك. لقطة مواترة كان بإمكان أن تحمل الجدير في غياب التسلل، كان بالإمكان إنزال الكرة والاعتماد على التصويب المباشر، لكن يبدو أن التسرع سمة بارزة في هذه اللقطة الأخيرة ومباشرة إلى خارج أرضية الملعب. كرة عن عصام الراقي، كاين ضغط على الارتياد من عبد الله منصور، لمسة يد من عبد الله منصور وبطاقة حمراء. إذا اصفرت للمرة الثانية تحمر لعبد الله منصور الذي سيغادر رقعة الملعب. تزداد المصايب وتتوالى على فريق اسمه شباب أطلس خنيفرة. قدم مقابلة كبيرة فريق شباب أطلس خنيفرة. أصفق لهذا الفريق، أصفق لهذا النادي، أصفق لهذا الفريق الذي يسير صراحة بمسار جيد. ونشاهد هنا لقطة لمسة اليد. أكيد أنه قدم مباراة مثالية، لكن بعض الجزئيات البسيطة الصغيرة حالت دون أن يكون صاحب الهدف الصرف أو على الأقل صاحب نقطة التعادل من هنا من مدينة الرباط. مباراة لحد الساعة مشاهدينا يبدو أنها تزداد. مشاهدينا الكرام ضربة خطأ سنتابع الآن. علي كروشي تصويبة ممتازة، الحارس في المكان المناسب. يبدو أن المباراة تسير نحو هدف آخر ربما، ويبدو أن الضغط كبير ومتواصل. والرجاء الآن يلعب الآن الورقة الأخيرة من خلال إقحام لاعب جديد داخل أطلس خنيفرة، فيما الفريق الخنيفري يصبو لنتيجة أحسن، لكن صافرة الحكم ذاكرة ذات تنهي هذه المباراة معلنة بتجميد رصيد شباب أطلس خنيفرة طبعا ب21 نقطة.